يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل شويه سمك كده، سمك المكاريل. انا بحب اعمله سنجاري، بجيبه وبفتحه من ظهره وبنضفه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بجيب معلقه من الثوم ومعلقه من كمون وعصره ليمونه وشويه خل صغيرين وشويه كركم صغيرين خالص شلهم بس، واروح جايباهم كده بالفرشه او بايديكي تدهني كده كويس، وشويه ملح علشان اللحم بتاع السمك يبقى متحدق كده وحلو. تمام. هفرش كده بالفرشه. احنا قلنا ليمون وخل وتوم آه وكمون وشوية كركم صغيرين، واحط كده في كل الاماكن. زي ما انتم شايفين كده هوزعه على اللحم كله عشان يبقى متبل وانتوا بتاكليه ميبقاش ماسخ كده ولا مفهوش حياء. تمام اوي كده. طبعا بغسله بنضفه بغسله كويس جدا، وبحط تحتيه بقطع كده ورق الفويل تحتيه كده على قده بالظبط. هنا معايا بصلايه، طماطمايه، فلفل اخضر، عايز تحطي فلفل حامي حطي، عايزه تحطي شطه حمرا عليه حطي، وشويه ملح صغيرين ومعلقتين من الزيت، واوزع كل اللي معايا كده على التلاتة. دي تتبيله خطيره بتخلي ريحته روعه وبتخلي السمكيه طريه مش ناشفه. لما بنجيبه من بره بيبقى ناشف جدا جدا ملوش اي طعم. الخطوه دي بتخليه طري جدا جدا، مستوي وطري. قطعتهم زي السلطة كده وحطيت معاهم رشة من الكمون، شوية توم صغيرين خالص، شوية ملح، ومعلقتين الزيت اللي شفتهم دول وخلاص. وقلبهم كده على بعض بيبقوا روعة. بسيب السمك ده كده قد ايه؟ بسيبه حوالي ربع ساعة نص ساعة علشان يشرب التتبيلة واللحم بتاعه يبقى متحدق. بسيبه بغطيه، بسيبه شوية. بحمل فرن على درجة حرارة 180، وبعد كده بحطه تحت على الصاج حوالي ربع ساعة، وبعد كده بطفي من تحت وبروح مطلعه فوق على الشواية وبخليه ياخد وش. ودوقي احلى سمك. الف هنا على قلبكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد مني. وزي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.